السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة. اهلا وسهلا بالملحد ابن المواطن المصري كل يوم الصبح بيتغذى من اول ما يصحى يعني، وبيفتح بقى وسائل التواصل الاجتماعي، بيفتح الرسائل اللي بتجيله على الواتساب من الصبح. اخلص، عايز تقول ايه؟ خطبة الجامع لو رايح، او الصلاة لو رايح يصلي جماعة هناك في الجامع، كل دول بيكفروا عيشته. صدق بالله انا غلطان اللي انا بتكلم مع امثالك عيل صحيح. قصة انه افساد عليك عيشتك، وبقول لك وتسخين يعني هتلاقي لو بنت دلوقتي في مصر راحت لابسه كات في جامعه من جامعات الاقاليم او حتى القاهره بكره الصبح على الانحراف، وشفت البنات عايزين يرجعوا ايه ويلبسوا ايه وبتاع، ويسخنوا الحكايه. اتكل على الله، اتكل على الله، اتكل على الله. كانه مثلا مصر ما كانش فيها 98% من طلبة الجامعات لابسين كات سنة 78 ولا 77 ولا 74، والدنيا كانت عادية وكل حاجة يعني. لا ده من عندنا كده جدعانة يعني. لو انت حضرتك من مواليد الستينيات، من مواليد لغاية سنة 70 75، أنا أؤكد لك إن لك إنه صورة لجدتك بالمايوه وصورة لوالدتك كات وبالمايوه، وأؤكد لك. امال امك انت كنت فين بقى؟ في المنيا، في الصعيد، في سوهاج، في اسيوط، في بلطيم، في الزقازيق، في المنصوره، في المنوفيه، في صوره للست والدتك او لست جدتك لابسه المايوه او لابسه الكات. انت ايه؟ ديوس صح؟ انت ديوس؟ او لابسه الميكروجيب. واحب اقول لك انها لا كانت عاصيه ولا فاسقه ولا فجره ولا كافره ولا متبرجه ولا سافره. يا ولاد الكلب يا ولا كل بقى المصطلحات اللي غرسوها في السبعينيات ولغايه دلوقتي في دماغك وفي ذهنك عشان توصم المرأة اللي هي بيبقى فيها امك. ما تحترم بقك يا عم. احترم بقي ولا احترم ايه يا عم في ايه؟ انا بتحداك ان انت تجيب صوره لجدتك كانت لابسه مايو، ولو جبت يا استاذ ابراهيم لجدتك صوره لابسه فيها مايو، فانا اسف مش كل الناس زي جدتك. اجلد. ده اللي عمله الجماعات الاسلاميه في مصر، ده اللي عمله الطريق الاسلامي السياسي في مصر. اللي انت فاكر دلوقتي انت الموظف اللي في اي مكان فيك يا مصر دلوقتي وممكن تسمع كلامي فتعتبر انه تطاول على الدين. حول الله يا رب. ايوه بس مزودينها قوي. مزودينها؟ ايوه مكبرينها. ايه يعني بنتي معاها واحد في الاوضه يعملوا مظاهرات؟ ايه الراجل ده؟ انت ناوي تسلم بلدك الى التيار اللي رايه ان الاسلام دين ودوله وان الاسلام بينظم الحياه السياسيه؟ المجتمع واللي زي ما قلت كده على مدى 90-100 سنة بيتم صبغه. طبعا واقفين تتكلموا وتضحكوا مع بعض، ما انتوا طبختوها سوا. على الإنسان أن يقلد صوت الحمار. يعني ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. 5 بالحب.